الفيديو ده حرفيا في سر الدنيا، ومش ببالغ لما اقول لك سر الدنيا. فمعلش اعصر على نفسك ليمونه واخسر دقيقتين واعرفوا. تعرف قصة سيدنا الخضر مع سيدنا موسى؟ طبعا تعرفها، لكن في سؤال عايزك تسأله لنفسك: هو الخضر ولا القدر؟ يعني ايه؟ سألت نفسك في مرة مين هو سيدنا الخضر؟ هل هو نبي؟ هل هو ولي؟ هل هو عالم؟ ولا ايه بالضبط؟ طيب فكرت مين هو ده اللي خلاه ربنا أكتر علم وحكمة ورحمة من نبي مرسل وهو سيدنا موسى عليه السلام؟ طيب سألت نفسك ليه كل الإصرار من سيدنا موسى عليه السلام علشان يوصل للمكان اللي هيقابل فيه سيدنا الخضر عليه السلام؟ وده كان ظاهر في قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. الأكيد أن القصة دي بتختلف عن كل القصص تماما، فقصة سيدنا موسى والعبد الصالح ليست كمثل باقي القصص، وده لأن القصة بتتعلق بعلم مختلف عن العلم بتاعنا القائم على الأسباب، وليس كعلم الأنبياء القائم على الوحي. ولكن في هذه القصة نحن أمام علم له طبيعة خاصة، علم له طبيعة غامضة. فعلم القدر الأعلى هو علم أسدلت عليه الكثير من الأسطار الكثيفة، تماما كما أسدلت على مكان اللقاء وزمانه وحتى الاسم: عبدا من عبادنا. فهذا اللقاء كان استثنائيا، ولأنه بيجيب على أصعب سؤال بيدور في النفس البشرية منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلماذا خلق الله الفقر والشر والمعاناة والحروب؟ لماذا يموت الأطفال؟ فكيف يعمل القدر؟ البعض ذهب بأن العبد الصالح ما هو إلا تجسيدا للقدر المتكلم، فلعله يرشدنا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فأهم مواصفات القدر المتكلم بأنه رحيم عليم، أي أن الرحمة سبقت العلم. فقال له النبي البشر موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فيرد عليه القدر المتكلم المتمثل في سيدنا الخضر: قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ففهم أقدار الله فوق إمكانيات العقل البشري، فلن تصبر على التناقضات التي تراها. فيرد سيدنا موسى عليه السلام بكل فضول البشر: قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهنا تبدأ أهم رحلة لتبين لنا كيف يعمل القدر. فيركب السفينة، وهنا يبدأ أول اختبار في استيعاب العقل البشري للقدر. فيخرق الخضر السفينة. فتخيل معي المعاناة الصعبة التي حدثت بعد خرق السفينة، فهي معاناة، ألم، رعب، خوف، تضرع. كل هذا جعل موسى بعقله البشري يقول: قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فهو عتاب للقدر كما نفعل نحن تماما. أخلقتني بلا ذرية كي تشمت بي الناس؟ أفصلتني من عمل كي أصبح فقيرا؟ أزحتني عن الحكم كي تشمت بي الأراذل؟ لماذا تركتني يا رب كل هذه السنوات في السجن؟ يا رب أنا أستحق هذه المهانة؟ كل هذه أمثلة نعاتب فيها القدر. فيرد عليه الخضر عليه السلام: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ألم أقل لك إنك أقل من أن تفهم الأقدار؟ ثم يمضي بعد تعهد جديد من موسى بالصبر. يمضي الرجلان، ويقوم الخضر الذي وصفه ربنا بالرحمة قبل العلم بقتل الغلام ويمضي. فيزداد غضب موسى عليه السلام النبي الذي يأتيه الوحي، ويعاتب بلهجة أشد: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فتحول الأمر من إمرا إلى نكرا، والكلام صادر من نبي أوحي إليه، لكنه بشر مثلنا ويعيش نفس حيرة البشر. فيؤكد له الخضر مرة أخرى: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ثم يمضي بعد تعهد أخير من موسى كليم الله بأن يصمت ولا يسأل.
فيذهبان إلى القرية، فيرفض أهل القرية أن يطعموهما أو يضيفوهما، وبالرغم من ذلك يبني الخضر الجدار ليحمي كنز اليتامى. وهنا ينفجر موسى فيجيبه من سخره ربه ليحكي لنا قبل موسى حكمة القدر. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فالقدر عزيز المشاهد 3 أنواع. النوع الأول: شرا تراه فتحسبه شرا فيكشفه الله لك أنه كان خيرا. فما بدا شرا لأصحاب السفينة اتضح أنه خير لهم، وهذا هو النوع الأول، وهذا نراه كثيرا في حياتنا اليومية، وعندنا جميعا عشرات الأمثلة عليه. النوع الثاني وهو مثل قتل الغلام، فهو شرا تراه فتحسبه شرا، لكنه في الحقيقة خير، لكن لن يكشفه الله لك طوال حياتك، فتعيش عمرك وأنت تحسبه شرا. فهل عرفت أم الغلام حقيقة ما حدث؟ هل أخبرها الخضر؟ فالجواب لا. فبالتأكيد قلبها انفطر وأمضت الليالي الطويلة حزنا على هذا الغلام الذي ربته سنينا في حجرها، ليأتي رجل غريب يقتله ويمضي. وبالتأكيد هي لم تستطع أبدا أن تعرف أن الطفل الثاني كان تعويضا عن الأول، وأن الأول كان سيكون سيئا. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فهنا نحن أمام شر مستطير حدث للأم ولم تستطع تفسيره أبدا، ولن تفهم أم الغلام أبدا حقيقة ما حدث إلى يوم القيامة. فنحن الذين نمر على المشهد مرور الكرام لأننا نعرف فقط لماذا فعل الخضر ذلك، أما هي فلن ولم تعرف. النوع الثالث من القدر وهو الشر الذي يصرفه الله عنك دون أن تدري لطف الله الخفي، الخير الذي يسوقه الله لك ولم تره ولن تراه ولن تعلمه. فهل اليتامى أبناء الرجل الصالح عرفوا أن الجدار كان سيهدم؟ بالطبع لا. هل عرفوا أن الله أرسل لهم من يبنيه؟ بالطبع لا. هل شاهدوا لطف الله الخفي؟ فالجواب لا. هل فهم موسى عليه السلام في البداية السر من بناء الجدار؟ بالطبع لا. فلنعد سويا إلى كلمة الخضر الأولى، القدر المتكلم: إنك لن تستطيع معي صبرا. فلن تستطيع أيها الإنسان أن تفهم أقدار الله، فالصورة أكبر من عقلك، فاستعن بلطف الله الخفي لتصبر على أقداره التي لا تفهمها. ثق في ربك فإن قدرك كله خير. وقل في نفسك: أنا لا أفهم أقدار الله، لكنني متسق مع ذاتي ومتصالح مع حقيقة أنني لا أفهمها، لكنني موقن كما الراسخون في العلم أنه كله من عند ربنا. فإذا وصلت لهذه المرحلة ستصل لأعلى مراحل الإيمان والطمأنينة، وهذه هي الحالة التي لا يهتز فيها الإنسان لأي من أقدار الله، فسواء خيرا بدت أم شرا، ويحمد الله في كل حال. فحينها فقط سينطبق عليك كلام الله: يا أيتها النفس المطمئنة، حتى يقول: وادخلي جنتي، وادخلي جنتي.